مروا عندهم دراري راك شفتهم كشي يلعبوا هكذا طايرين. اليوم في هذا لو ريتم دون 5 ans تتولي والو الجيري ان دوفيان والو زيرو، لان بالخدمه هذه وهادو المروك توب، السنغال توب، وسون بارلي دي زوطرا نيجيريا والاخرين. انا نهضروا لي انت وانت غدوه كيفاش راح تلعب؟ هادو يطلعوا هادو يطلعوا بنفس العباد اللي يسيروا الكره تاع بلادهم، وانت يطلعوا بنفس العباد هادو، هما يروحوا الفوق وانت تقعد غير تكذب. الله يعطيك الصحة علي بن شيخ، والله اللي تطحنهم طيل الكراغلة. هي دورة رمضانية يا جدعان، وانتوا حاجزين ساعة مع بعض بالحب؟ ايه يا جدعان، ده كاس عالم، ده انتوا كان فاضل لكم جون وتجيبوا شعار البطولة تحت 17 سنة. ايه النتيجة دي يا جدعان؟ احترمونا شوية، ده احنا تعادلنا الماتش اللي فات عملنا فرح. شد الكرغولي، الناس راه تعادلوا وداروا العرس وانتم متابعين المروك. هلا والسلا والكرغول طحنا باباه، هلا والسلا والكرغول طحنا باباه. ابتسامة جميلة لأداء جميل مثالي بالنسبة للمنتخب المغربي افتقدناه من بداية البطولة حتى الآن. خلينا منطقيين. نعم. احنا بنتكلم كورة. الكلام اللي بيحصل دلوقتي عكس اللي اتقال قبل الاستوديو تماما. صحيح. يعني احنا قبل الاستوديو قلنا الفرقة والمدرب سيء واللعيبة سيئة، مفيش الكلام ده. احنا ما قلنا من فرق، قلنا بناء لا هو في التدبير محمد، في التدبير مقابل شيء من المدرب. انا اقصد هي القصة كلها سهلة بسيطة. انت النهارده بتلعب فرقه مطرود منها 2 لعيبه مفيش عندهم اي حاجه بيعملوها صح، وانت كل الفرص اللي بتجيلك موفق فيها، فالقصه مختلفه تماما. انا ما اقدرش اقعد النهارده احلل مثلا نقول المغرب عمل وعمل وعمل وعمل، لانه بيلعب خصم اساسا او منافس منتهي، ظروفه صعبه جدا، بيلعب ناقص 2 لاعبين، كل الجيم مفتوح وكمان متوفق جدا. فانا بالنسبه لي الجيم وان سايد جيم، ده طبيعي جدا لان فرقه المغرب طلعت توفقت في اهداف، وكده كده في الكوره اللي بيجيب جوال بيكمل وبيكبر مع الوقت، ولا يا ابو محمد؟ صح. هذه تريح في التاريخ. المنتخب المغربي يفوز 16-0 كما راكم تشوفوا النتيجه هذه جامي صارت خوتنا. هذه كاس العالم تحت 17 سنه، جامي صارت وما تصراش. على كل حال اتقن نتيجه شفتها في حياتي، مي كاينه حاجه لازم نهضروها. المنتخب المغربي الماتش اللي فات مع المنتخب البرتغالي خسروا 6-0، والماتش اللي قبل هذا خسروا كيف مع الجابون 2-0، ودوكا عاودوا ولاو ربحوا 16-0. الحدث البارح أعرض نتيجة في مسابقة المونديال. المنتخب المغربي فاز على منتخب كاليدونيا الجديدة 16-0. هزيمة منتخبنا 2-0 اليوم ضد بلجيكا، هزيمة بدات الأمور تصعب شوي خاصة بعد فوز منتخب المغرب 16-0. المنتخب التونسي يبقى ينتظر بقية نتائج اليوم للتأهل ضمن أحسن منتخب في المرتبة الثالثة. خلينا نستناو هل باش نكونوا من بين أفضل 38 ولا لا، ولا أنه بدات الأمور تصعب شوي خاصة بعد فوز منتخب المغرب 16-0. معناتها فريمون ثم نتائج الكوب دي موند 48 مهما كان 17 ولا 16 ولا 20 ولا اللي هو الحقيقه ياسر ثم منتخبات معناتها ما عندهم ما همش تاع كاس العالم، ولكن كانها دوره دوليه اكثر منها كاس عالم. باش ما نكونوش قاسيين على التوانسه مع اللاعبين. راهو في المغرب فوزي لقجع راهو شخصيه كبيره في المغرب، راهو قوي، راهو باورفول، راهو انسان وضعت له كل الامكانيات. تعرفوا انه مستشار في الديوان الملكي برتبه وزير ماليه.